Only weeks ago, my lord husband was alive, and the realm was at peace. You afraid, sir? Worse, I'm rational. My father believed that I was meant to unite the realm. You might be half the king your father was. Tread carefully. I'll watch. All who refuse will have their death. I needed to know that there was no other path, and now I do. Hold to your courage! Hold to your wit! There will be no mercy! Please send the dragons to war. The horrors I have just loosed cannot be for a crown alone. أخيرا هنشوف معركة في المسلسل ده. الإشاعات بتقول إن الحلقة الرابعة فيها معركة من أكبر معركتين في الموسم، ولكن قبل ما نحلل التريلر بعد ما خلصت فيديو الحلقة التالتة امبارح، لو مشفتوش تقدر تروح تشوفه واللينك في الديسكريبشن. لقيت واحد من مخرجين المسلسل طلع وقال إن الأربع بيضات اللي رينا أخدتهم في الحلقة التالتة منهم 3 بيضات هيبقوا بتوع دينيريس، ولو الكلام ده صحيح فالبيضة الزرقاء الرابعة دي هتبقى بتاعت فيسيرس الصغير المفروض، وكده رينا مش هيبقى ليها تنين رغم إنها في الرواية ليها. وبما إننا هنحلل التريلر فممكن يتحرق عليك أحداث في الحلقة الرابعة. مش هنحرق نهاية الأحداث دي أو نهاية الحلقة، بس لو أنت عايز تدخل على الحلقة بشكل عمياني فتقدر تقفل الفيديو دلوقتي. قبل ما تقفل دوس لايك وسبسكرايب بس. الحلقة الرابعة هتكون أقصر حلقة في الموسم، عبارة عن ساعة واحدة بس، وهتكون مركزة على معركة مهمة في رأس التنانين، ذا باتل اوف روت سيريست. لو تفتكر في الحلقة التالتة اللورد سايمون ستونتن لورد روت سيريست طلب من رينيرا إنه يرجع لمدينته عشان لو حصل أي هجوم، وزي ما شفنا كريستن ورجالته كانوا متجهين لروزبي، ولو مدينا الخط على استقامته فكده روت سيريست في طريق كريستن كون. لو قريت الرواية فانت عارف ان كريستيان هياخد روزبي وستوك وورث وداسكنديل قبل ما يتجه لروكسريس. لورد داسكنديل سير جونتور داركلين كان موالي رينيرا، وهو ده اللي كريستيان قطع راسه في التيزر، وهو ابن اخو ستيفن داركلين حارس رينيرا الشخصي واللي كان معاها لما راحت تقابل اليسنت الحلقة اللي فاتت. بنشوف جنود روكسريس واقفين على اسوار القلعة في حين ان جنود كريستيان واقفين الناحية التانية. في الرواية كريستيان ما بيهاجمش وبيفضل انه يحاصر القلعة ويروعها، وده كله كان جزء من الخطة عشان يخلي لورد سكرونتن يطلب مساعدة رينيرا. كريستيان كان عايز يعمل فخ رينيرا يعني، وفي الغالب ايمند وايدن راحوا له. في الحلقة اللي فاتت شفنا ازاي ايدن رجع في كلامه وقرر انه ما يروحش مع كريستين، ولكنه شكله غير رأيه الحلقة دي لأننا بنشوفه راكب تنين وسان فاير. هنا بنشوف أليسنت بتكلم لاريس، نقدر نميزه من العصاية بتاعته هنا، أتمنى بس إنها تكون مغطية رجلها. هنا بنشوف جنود الداركلينز، وده غالبا مشهد من معركة داستن ديلز. هنا بنشوف جنود كريستين موجهة سهامها ناحية الداركلينز. في لقطة بعدها بنشوف جنود من الداركلينز مع جنود الستوك وورث مع جنود الروزبيز متحدين مع بعض، فواضح إن المسلسل هيجمع ال3 عائلات في معركة واحدة. بعدين بنشوف لقطة الجندي بيحط سهم في قذيفة السهام بتاعته، تخمين إن ده جندي من جنود ستونتون في معركة روكسريست. بنشوف ايدون بيفكر وواضح إنه متوتر، وأليسنت بتشرب واين واحنا ما بنشوفهاش كتير بتشرب عموما، بس أنا كمان كنت هشرب بصراحة لو اكتشفت إن العالم على حافة حرب كبيرة بسبب إني ترجمت كلام غلط حد قاله هو بيموت يعني. فبتقول له Of the king your father was. فانا اعتقد الكلمه دي هي اللي هتخليه يتعصب ويروح للمعركه بنفسه عشان يثبت انه ملك قوي وقائد. وبنشوفه بيقول لامه Tread carefully. وهي عشان تستفزه اكتر بتقول له. I'll watch. بنشوف لقطه اللورد جرانتر هنا وكريستين هيعدموا قدام جنوده ويخيرهم يا اما يروحوا معاه المعركه يا اما يعدمهم. بعدين بنشوف لقطه لسير جوين وهو معدوم العافيه، واحنا عارفين ان جوين ما بيحبش سير كريستين قوي زي ما قلنا في تحليل الحلقه الثالثه، عشان كريستين اخد من ابوه منصبه كده وحاسس ان في حاجه بين كريستين واخته اليسنت. فهنشوف هل العلاقه بينهم هتتحسن ولا لا، بالذات انهم في حرب يعني، فمش وقت اهواء شخصيه قوي، خصوصا ان كريستين انقذ حياه جوين الحلقه اللي فاتت من بيلا لما كانت على تنينها مون دانسر وكانت هتموته. بعدين بنشوف لقطه سريعه لاليسنت وهي ماسكه موديل لتنين من المكعبات اللي فيسيريس كان عاملها لفاليريا القديمه، نفس الموديلز اللي ايرون كسرها بعد ما عرف ان ابنه جيهيريس اتقتل. وواضح ان اليسنت هيكون ليها دور كبير في الحلقه دي، خصوصا بعد ما عرفت حقيقه ادعائها ضد رينيرا في نهايه الحلقه اللي فاتت. بنشوف كريستين وهو بينفذ حكم الإعدام على جانتر، وبتفكرنا بنيد ستارك وجملته الشهيرة إن اللي بيقول حكم الإعدام يجب إن هو اللي ينفذه. بعدها بنشوف كريستين بيسأل جوين بيقول له You afraid, sir? Worse, I'm rational. ده ممكن يعني حاجتين في سياق الحلقة. الحاجة الأولى والأكثر وضوحا هي إنه خايف، ولكنه بيقول إنه كده لسه هادي أصلا وما وصلش لمرحلة الذعر يعني. والحاجة التانية إن هو اللي اقترح الهجوم المفاجئ والفخ اللي عاملينه رينيرا. هفهمك ان كريستين كان عايز يهاجم القلعه، ولكن جوين قال له طب ما تخلينا نقطع عنهم الاكل والشرب ونستنى يمكن رينيرا تيجي ويبقى الخير خيرين ونخلص الحوار. فيكون ده قصده انه مش خايف من الهجوم على القلعه، بالعكس هو بيتعامل بعقل يعني. بعدين بنشوف فيدار تنينه انثى بالمناسبه، حسيتها معلومه مش معروفه قوي بيفكروها ذكر يعني. بسبب الحصار اللي معمول على القلعه رينيرا بتبعت رينيس وتنينها ميلس عشان تساعد لورد سكرونتون، وهتحصل معركه بين ميلس وفيدار. بدون حرق في الكتب اتقال ان رينيس كان ممكن يكون قدامها فرصه لو ضد فيدار، بس خصوصا وان فيدار عجزت، ولكنها هتكون قصاد فيدار بقياده ايموند وسان فاير بقياده ايدون. انا في اعتقادي ان رينيس هتكسب ايموند مثلا في المعركه، ولكن ايدون هيتدخل وهينقذ اخوه، ومحدش هيموت من ال3 في المعركه دي.
بعدين بنشوف ديمون واقف قصاد الايرون ثرون. اعتقد ان ده مشهد مش حقيقي، خصوصا وانهم ورونا الحلقه اللي فاتت انه بيحلم، فاعتقد ان ده حلم برضه بسبب اليس ريفرز. لو عايز تعرف مين دي بالتحديد فتقدر تروح تشوف تحليل الحلقه الثالثه، هتعرف كل التفاصيل عنها. بعدين بنشوف جنود كريستن بيتقدموا ناحيه القلعه. بنشوف رينيس في دراجون ستون رايحه الميليس عشان تاخدها ويروحوا روتس ريست. بعدين بنشوف شويه اكشن وكريستن على الحصان بتاعه وفوقهم ايدون وسان فاير. بعدين بنشوف فريم لروين وهو متفاجئ، ربما متفاجئ عشان اول مره يشوف ناس بتموت محروقه، او بيشوف المعركه بين فيدرار وميليس وسان فاير. بعدين بنشوف كريستن بيخطب في رجالته وحاسس انه عنده ندبه او سكار ما كانتش موجوده قبل كده في عينه، او ممكن اكون انا اللي مش شايف يعني. بعدين بنشوف رينيرا بتطمن ابنها جيسيريس، كان عايز يروح المعركه عشان يثبت نفسه وينتقم لاخوه، ولكن رينيرا رفضت. في الروايه بنشوف ان رينيرا بعد موت لوسيريس بقت خايفه على اولادها اكتر من اي وقت قبل كده. بعدين مشاهد اكشن تانية وبنشوف ايموند بيهرب من النار، وواضح على فيدرار انها بتتألم، فشكلها هتكون معركه حلوه. بعدين اخيرا بنشوف تاري رينيرا بيقع على الارض، ولكن في الخلفيه تحسه الايرون ثرون، فده ممكن يكون جزء من حلم ديمون، وبيرمز ان ديمون طول عمره كان نفسه في العرش يعني. تحذير بحرق الحلقه، تحذير بحرق الحلقه، تحذير بحرق الحلقه. انا قلت اهو قبل ما تقفل الفيديو بس اعمل لايك وسبسكرايب وبس كده. المفروض في نهايه المعركه دي في الروايه رينيس بتموت محروقه هي والتنين بتاعها ميليس. ايدون هيتصاب اصابات بالغه، تقريبا اغلب عظمه هيتكسر ونص جسمه هيتحرق، وفي جزء من الدرع بتاعه هيسيح جوه جلده. وايموند هيكون الامير مكانه في الحكم لحد ما ايدون يقوم بالسلامه، ولكن ايدون هيطول جامد يعني. هيلينا ما بتتعبش نفسها وتروح تزور ايدون حتى ولو مره يعني. وسان فاير تنين ايدون عنده جناح نصه هيتقطع، فهيبقى غير جاهز لاي معركه تانية لانه مش هيقدر يطير بشكل طبيعي. واخيرا لورد ستونتن هيروح كينجز لاندن مع راس ميليس اللي هو تنين رينيس. فانت لو كملت معايا لحد هنا فانت اخويا والله. لو عجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، ولو حاسس انك تحب تسمعني بتكلم على باقي حلقات المسلسل او الافلام بشكل عام تقدر تعمل سبسكرايب. وبس كده، سلام عليكم.